ده ابويا شكلي. قبل ما احكي لك قصه بقى الحاج عبد الحليم، ممكن ناكل حاجه مع بعض واحنا بندردش مع بعض. جبت لك فطيره بالمكسيك جبن، جربها كده بقى. هتاكل ولا هتكلم؟ هتكلم وانت بتاكل. تمام. هقول لك على حاجه يعني اول مره هقولها. تعرف ان ابويا كان شغال في الدهان وهو عنده 12 سنه، توفاه الله الله يرحمه، وهو عنده 54 سنه وكان لسه شغال في الدهان. انا كنت في الجيش ساعتها، ولما خلصت جيش اشتغلت في الدهان سنه 87 وكملت لحد وقتنا هذا. رجعتني بقى لايام زمان. انا اشتغلت في الدهان سنه 87. انا مريت في المطعم بكل التجارب اللي تخطر على بالك. انا ابتديت في الدهان وانا صغير، مش هتصدق انا كنت باخد 175. مصدق دي؟ كان 175 قرش انا فاكر. ما تستغربش المرتب. كان فعلا كيلو الكفته ايامها كان عامل 4 جنيه. الكباب كان ب 6 جنيه، الموزه كانت ب 5 جنيه. انا اشتغلت من صغري في الدهان، كملت بعد ما ابويا توفاه الله. طبعا عشان كنت بحب مهنتي دي قوي من زمان، فتفوقت على نفسي فيها. تفوقت على نفسي فيها ازاي؟ حبيت اخش المطبخ وحبيت اخش الشوايه. اتعلمت المطبخ كامل واتعلمت الشوايه كامله. طبعا باين في الفيديوهات اللي انا عملتها لكم قبل كده. اتعلمت في الدهان كل حاجه. انا فيا ميزه الحمد لله، انا بحب شغلي قوي. اهم من شغلي بحب العملاء قوي. يعني احب اكلم العميل قوي، بحب مصلحته قوي، بخاف عليه قوي، باكلك احسن حاجه عندي. ولو انت بتاخد حاجه مثلا بقول لك ايه، بقف جنبك، بخليك في الدهان مش مبسوط. وبحب قوي اقف على طاوله مع العميل واتكلم معاه. دي سبب شهرتي مع العملاء، بحسسك ان انت في بيتك، باهتمام زياده. انا بحب فعلا العميل، كلهم بقى اصحابي. انا بقيت انسى العملاء بتاعتي وبيجي يزعلوا مني، بس لمجرد ما بشوفهم مره واحده بفتكرهم على طول والله، وبيتصلوا بيا وبرد عليهم وكلهم صحابي. انت عملتوا مني شخصيه عم عماد. حب الناس والله عندي نعمه وانا بحب ده. كل العملاء لما بيجي بيتصوروا معايا بقى شرف ليا، بس انا مش متعود على حاجه زي كده بصراحه. بالنسبه لي حاجه جديده. انا لما يجي حد مثلا بيجي يقول لي لو سمحت، بحسبه ان هو عايز مني حاجه، اوصله على اكل ولا حاجه، ابص لي يفاجئني يقول لي ممكن اتصور معاك. بالنسبه لي حاجه جديده مستغربها، وانتوا كبرتوني. لا انا مش كبير قوي يعني. انا متجوز ومخلف، عندي عبد الحليم وعندي ريم. عبد الحليم خطبت له في رمضان، قرينا الفاتحه بتاعته، وان شاء الله بعد العيد هنعمل الفرح بتاعه. وانت طبعا معزوم معايا، هتشرفني. بس برضه هتظهر ولا مش تظهر؟ برضه هتيجي تخبط على كتفي يعني، مش تظهر للناس. انا اتعرفت على عملاء كتير قوي لما كنت في فرع المرغني، وبالاخص اخواتنا الاقباط كانوا اعز اصدقاء ليا في المطعم، وكنت بحبهم جدا. ولغايه دلوقتي لما بيجي المناسبه عندهم بعد ما سبت فرع المرغني وجيت فرع التجمع، في تواصل بيني وبينهم كبير. وكل الاعياد بتاعتهم بنتواصل مع بعض، بيكلموني بكلمهم، لو هو ما كلمونيش انا بكلمهم. وانت طبعا من اجدد الناس. انا عارفك بقى قد ايه، 5 شهور يعني. طبعا انت اتعرفت عليا يعني. انت حبيت عم عماد زي الناس اكتر. عقبال العمر كله مع بعض ان شاء الله. وانا كمان بحبك والله. الدهان واحد بس.